في أحد الأيام، عندما كانت الحرب العالمية الثانية على قدم وساق، ظهرت امرأة من الريف الإيطالي. كل الرجال في الشارع ينتبهون لها، اسمها مالي. بجسم وجمال رائعين مقابل هذه القنوات الأربع، تتلقى نساء بول بابليكين اثنين. وهذه الفتاة التي تشاهد مارلينا أثناء ركوب الدراجة تبلغ من العمر 13 عاما. هذه سلنى لينا اثنين. يبدو لي أنني في أحد الأيام كنت ألعب مع أصدقائي. سوف يراني ريناتو للمرة الأولى. في اللحظة التي رأيت فيها مارلينا لأول مرة، كان رد فعل جسدي أولا، وقد رأيت مارلينا عدة مرات من قبل. اتبعت صديقاتها على الطريق، وتنبأت بحركاتها وانطلقت مرة أخرى بحثا عن مارلينا. راقب أشياء إليس ونافس الخاصة من قسم المراقبة ويقول ملء الأشباح: هل تم تمزيق الملصق؟ هذا المعلم يعاني من ضعف السمع بسبب مشاكل في الساق. مارلينا هو والدي. على أي حال، دع مارلينا تذهب لأول مرة أو تنام بسلام. لم أنجح، لذلك تغيبت عن الفصل في اليوم التالي واستمرت بمفردي. عندها فقط فتح الباب، عامل الغسيل الذي أعطاني مهمة لشراء السجائر ثم أسقط المال. طبعا أتخيله يأتي ريناتو الذي لم يرى مارلينا لزيارتها سررا في الليل، ويظهر إطار نافذة المنزل 4 لقد أحدثت ثقبا إلا، ثم يجد مارلينا من خلال الفتحة. الصوت الذكوري الذي تسمعه الآن هو صوت جيش موسوليني المنشق الذي يقاتل بشكل جيد في الحرب. هناك قفل يمكن إعطاؤه. يصبح زوج مارلينا جنديا وينتشر حاليا في إفريقيا. ها أنا ذا مرة أخرى، هذه المرة جسدي مكشوف بشكل أكثر وضوحا، وأنا أرتدي ملابس. وبعد أن استمعت للأغنية رقصت وهي تعانق صورة زوجها المنتشرين. في ذلك اليوم جاءت إلى غرفة بواب ريناتو. كنت أشعر بالفضول بشأن فخذي رينا المتناسقين، لذا رفعت تنورات ووجدت الشكل الخيالي. توقف في أحد الأيام طاردني واتجه نحو منزل شخص آخر. حتى لو قرعت الجرس، ما هو الجواب؟ تفتح النافذة وأرمي المفاتيح. ومع ذلك، عندما دخل المنزل الغريب عدة مرات، التقط ريناتو الصورة. سياسة رجال عائلة يونغهويه هي أن والد مارلينا يحصل على أرض الذي كان يعاني لعدة أيام، حلما سعيدا اليوم. ثم في أحد الأيام، بينما كان هو إرث ديدر ذاهبا إلى الحرب، انتشرت كلمة مارلينا في جميع أنحاء القرية بأن زوجها قد مات. ستقام مراسم جنازة مشتركة، لأنكم أنتم أيضا أيها الطيور. أسدلوا الستار. 112 في المحافظة. وصلت الدجاجة ببطء. لا تتركوني وحدي في الغرفة وتبكي. أعطي تقنيات مريحة لمارلينا. بالطبع، أنا فقط أتخيل ذلك. بمجرد انتهاء الجنازة، بدأت شائعات غريبة تنتشر. البداية كان لها معنى مختلف، واعتقدت أنها كانت مجرد صدفة، ولكن بسبب ذلك اهتمام الرجال الآن هو من سيأخذ مارلينا. يقال أن سيدات باريس آني جود إمبيس يغوين الرجال المتزوجين. بدأت في الانتشار. أعبر عن تعازي شخصيا، لكن الأشخاص من حولي لمجرد وجود قسم عن الثعابين. نظرت بهدوء إلى مارلينا بحزن. مارلينا تدخل المنزل. نيرة الذي يسرق شقة ويهرب بعيدا، يطلق العنان لخياله مع سراويله الداخلية. في النهاية لحق بي والدي ونظرت خلفه. يا رجل، ما كل هؤلاء الرجال؟ أنا مترددة جدا. تم تسليم رسالة إلى مدير المدرسة الذي صدم وغادر بهذه الطريقة. أنا أيضا أرمي 90,000 في المدرسة. في ذلك المساء ذهبت إلى منزل مارلينا واكتشفت أنها تحظى بشعبية لدى الفتيات المحليات. هناك ملازم في القوات الجوية اسمه
زاكرد معه. الشخص الرئيسي الذي يبدو قريبا جدا الرجل الذي يصرخ في وجه لاعب بطاقة عشوائي هو عاشر أقوى شخص في هذه المدينة. يتشابك كلاهما ويتقاتلان، لكن الشرطة تهاجم فجأة زوجة مستحضر الأرواح. وصول تم القبض على زوجي لارتكابه الزنا. هذا أنا. أنت. ثانيا، كما هو متوقع، انتشرت الشائعة بسرعة في جميع أنحاء هذه البلدة الصغيرة أنها لا تزال القمامة. تذهب مارلينا إلى منزل والدها، لكن الباب لا يفتح والنافذة لا تفتح، ولا حتى والدي أدار ظهره لي. اذهب لرؤية محام وقم بغسل الملابس. خطأ ميستور أيضا. ذات يوم، صحيح أن ما وصلني هو كل ما تلقيته، صب شرطة الحذر، الآن وغدا، حتى لو كان رخيصا، لم يخرجوا هناك. أتمنى أن التقي بك في بحر الغيوم. الطريقة الوحيدة للاحتفاظ بنصفها هي الإمساك بها في الرمال. فتحت البطاقة لشخص واحد يدعى ودومال، لكنها كانت بطاقته. أعتقد أنني أحببت الشهرة والغسيل، وأحب جسدي وكلماتي. عندي عدة سيوف، حساء رقم 1، ومرة علامة استفهام علامة استفهام. أخرى رقم 2 الحصاد. وفهمت أن مارلينا برأت، والمحامي يتناول وجبة و5 رقصات بينما أنا أرقص، وجنتاي مكشوفتان. ماذا قلت؟ بما أن لدينا الكثير من المال، قررنا أن نعيش معا. وبعد فترة أصبح المحامي محاميا. يذهب لزيارة والدته لجيب ليطلب منها الإذن بالزواج منها. يقولون لا يسمح للعاهرات. أمي العجوز غاضبة. واحد انتشرت الإشاعة بسرعة مرة أخرى، وأوقفها جميع الرجال وعدوا إلى مباشرة. ومع ذلك، يعد شارع مارلينا زقاقا رئيسيا يجذب انتباه الناس. 4 هناك خطأ. عندما أقول ليس لدي مال، يطلبون جمعا. حسنا، لقد وقع هجوم واسع النطاق. سمع معظم الناس الضجيج وهربوا إلى المأوى. توفي والد لين، الذي كان أصم، في قصف. لقد انتهى الأمر، كما قدم ريناتو تعازيه سررا. على الرغم من أنه كان حرا، إلا أنني نمت خفيفا في ذلك اليوم. مارلينا، التي كانت في حاجة إلى المال، قصت شعرها. الرجل الذي عرض المساعدة في جنازة والدي أعطاني في الواقع الطعام والسجائر. لقد جاءوا إلى وطلبوا جسدي في المقابل. تحظى مارلينا كوتون، التي قصت شعرها وصبغته باللون الأحمر، باهتمام أكبر من الناس اليوم. هناك إذا أقسمت أثناء العزف على القيثارة، ستصبح امرأة مع النساء، وناتالي تدخن سيجارة. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الناس في منزلي في اختلاق الشائعات مرة أخرى. شباك 22 جرى بختم أورميشاد بشخصية باوس ساتورو. اكتشف والدي الأمر وأخذ ريناتو إلى بيت الدعارة المتعب هذا. اختارت العديد من النساء امرأة تشبهني ومن تشبهني مرة أخرى. مر الوقت وخسرت ألمانيا النازية وإيطاليا المسلمة الحرب. لقد فازت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة. لقد كان مشهد المهرجان للجميع، لكن الآن يطلبون مني عدم التسجيل مع النازيين، لذا فهم الآن يسحبونني للخارج ويهاجمونني. حتى الشعر مقطوع. لكن لا أحد يوقف هذا الوضع. لا أحد يستجيب لصراخ مارلينا. الأب والزوج 2 ذكر، الذي فقد كل شيء، يدرك تماما مظهره. بينما كنت أغسل جسم الطائرة وأخفيها، تعرفت على إيلينا وماريلينا من الألبوم ال5. بعد ذلك، يظهر رجل أعزل في إحدى القرى، ويعتقد القرويون أنهم يعرفون من هو هذا الرجل. لقد عاد زوج مارلينا، الذي ترددت شائعات عن وفاته، إلى مسقط رأسه. كنت آتي وأذهب إلى المنزل،
لكن الأشخاص الموجودين على اليسار كانوا يحتلون المنزل. العديد من الأشخاص السود في حياتي الكوريغرافية معي لمدة عامين لم يخبر أحد في الحي الذي كان يلعب فيه جمال الحقيقة حول مكان وجود مارلينا. وعندما لم يخبروني، ذهبت إلى قوات الحلفاء وطلبت المساعدة. لذلك نظرت لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء. أراد الجيش الأمريكي أيضا المساعدة، لكن لم يكن هناك سبيل لذلك، وكانت مارلينا مترددة في المساعدة. الرجال الذين أكلوا إذا صمتت مارلينا وزوجها فسوف يضربونهما. وحلف الناتو التابع لرئيس هو شاهد على هذا المشهد. وبعد دراسة متأنية تركت رسالة لزوجي: الجميع في المدينة يهينونك لأنك تقومين بغسل الملابس، لكن هذا ليس صحيحا وأنا أحبك بصدق. من فضلك صدقني أنني أحبك. يستغرق الانتقال وقتا طويلا مثل أي وقت آخر. نعم، كلمات سلمية اليوم أيضا. محامي الطبيب وأمه وعائلته يعيشون أيضا بشكل جيد، لكن انتباه الجميع ينكشف وزوجها يقوم بغسل الملابس. لفالينا التي استقرت في القرية. نعم، ماذا كان يفكر الأشخاص الذين قرروا هذه الإجابة؟ يمكنني غسل الملابس وكأن شيئا لم يحدث، ويمكنني أيضا إجراء اختبار سيرسيتي في هذه الحالة. إن قيام ريناتو الذي كان يقابلني دائما من بعيد يساعدني. قلها للمرة الأولى والأخيرة، ذكر يتحدث معي. وقال الأستاذ الإيطالي جوزيبي لونانتورين مدير سينما باراديسو إن المسلمين خلال الفترة الدكتاتورية عانى السكان من الجوع وانجرفوا إلى الحرب، مما أدى إلى فقدان الشباب. بادئ ذي بدء، فهو يجسد تاريخ إيطاليا الحديث والمعاصر من خلال مظهره. وفي بلدة صغيرة حيث لا يعرف الجميع سوى جسر واحد، تختلف نية الممثلين. على أي حال، الإشاعة التي انتشرت على الفور تم نفيها من قبل شخص يدعى لسينس. فكر في كيفية نقل القصص الحقيقية من خلال الكلمات دون تأثير. اسمحوا لي أن أرى بالتأكيد أن هناك بعض المشاهد الصريحة والمشاهد التي يصعب فهمها، لكن بعد قراءة مراجعتي قررت مشاهدة الفيلم. إذا شاهدت النسخة الكاملة ببطء، سترى مشاعر مختلفة غير جسد مونيكا بيلوتشي. أعتقد أنه فيلم يجب أن تصنعه النساء.